تضرب عليهم نار اكتر من مرة لحد ما هتصيب المكان اللي فيه المجموعة بتاعة الفيران. وفعلا المجموعة اتكشفت قدامها بتحاول انها تموتهم. قائد المجموعة بيقول لهم لازم كلكم تجروا على النهر وتركبوا القوارب. هنا ريمي رجع وخاطر بنفسه عشان يجيب كتاب جوستو، وده خلاه يبعد عن باباه بشكل كبير جدا ويبعد عن المجموعة بتاعته، وحاول كتير ان هو يلحقهم لكن للأسف كانوا بعدوا عنه وراحوا في طريق وهو راح في طريق مختلف تماما، لحد ما ريمي تاه وبعد عن العشيرة بتاعته وعن باباه ولقى نفسه وحيد في مكان ما يعرفش فيه اي حد. وكان صديقه الوحيد اللي موجود معاه هو كتاب جوستو، واللي ابتدى يتخيل جوستو بيتكلم معاه. وبعد كده ريمي بيقرر ان هو يخرج ويستكشف المكان اللي هو موجود فيه، وفعلا بينجح ريمي ان هو يخرج وبيكتشف ان هو موجود في مدينة الاحلام في باريس. وبعد كده بيلاقي ان هو موجود جنب مطعم جوستو. بيقرر ريمي ان هو يروح المطعم وهناك بيشوف سكينر